يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي. وحشتوني كتير من الحلقة اللي فاتت، وجايه لكم النهاردة بحلقة جديدة. أتمنى من قلبي إنها تعجبكم. بس عايزة أفكركم، لو الحلقة النهاردة عجبتكم بجد، يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة. وقبل ما نبدأ حلقتنا، يا ريت كلنا نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نشوف الحلقة النهاردة بتحكي عن ايه. قعدت دينا حزينة، بصلها جوزها وقال: ما البت بيبي وحشتني، البيت فضى علي ومش عارفة قلبي واكلني عليها ليه. ربنا يسهل لها حالها، بيبو بنت جدعة وب100 راجل وما تخافش عليها. مهما كان برضو لازم أقلق، أول مرة تبعد عني، خايفة من جنانها يوقعها في مشكلة لا قدر الله. ربنا يحميها. أختك شيت كتير يا دينا، ويمكن ربنا بعت لها فرصة الشغل دي عشان بقى ترتاح وتبعد عن الحوش. يعلم ربنا إنها زي أختي بالظبط، وبتمنى لها كل خير. ادعي لها يا حبيبتي ربنا يحفظها. وبعدين هي مش بتكلمك كل يوم؟ طبعا، ده انا كنت اتجنن لو ما طمنتش عليها. ربنا يحفظك يا حبيبه، ويكفيك شر ولاد الحرام يا قادر يا كريم يا رب. خلصت يا ست رابعه؟ قومي بقى اعملي لي لقمه افطر بيها قبل ما اتكل على الله. يقطعني، حقك عليا، عقل اتشغل بالبيت. ثواني واحلى فطار هيكون قدامك يا ابو احمد يا غالي. وكأنه اختها حاسه باللي بيحصل معاها دلوقتي. وصل هاشم لاقصى درجات جنونه بعد تصرفات حبيبه الطايشه، وحب يديها درس ما تنساهوش عشان تلتزم بقواعده، وإن كان قاسي بعض الشيء إلا إنه مقتنع تماما إن هو صح. بعد ما لزقها في الحيطة شد قميصها وحاول يقرب منها بهمجية. ده مجرد عقاب، ولكن في الحقيقة هو عارف كويس إنه ممكن ما يسيبهاش غير وهي مراته قولا وفعلا. فضلت تقاومه بشراسة وتحاول تبعده عنها، إلا إنه كان الأقوى. صرخت فيه وهي بتحاول كتم دموعها: ابعد بقى، أنا آسفة، أقسم بالله ما هغلط فيك تاني. هاشم، 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 فين هاشم؟ اتحول العقاب لمتعة، اتملكت منه، خلته عاوز يمتلكها. رفع وشه ولزق جبهته في جبهتها. أتمنى تكون اتعلمت الدرس. بلاش أنا يا حبيبة، بلاش. بصت له بدموع وقالت: أنا ما عملتش حاجة، اتعودت أدافع عن نفسي. هربت منها دمعة، فبدأ يملس عليها برقة وقال: اتعودي إنك بقيتي معايا، مع هاشم الجندي، يعني في أمان. قالت له بحزن: أنا معرفش معنى الكلمة دي، ولا عمري حسيت بشعورها. انت وراكي حكاية وأكيد هعرفها، بس حاليا أوعدك انت مش هتعرفي معنى كلمة الأمان. انت هتعيشي معايا يا حبيبة. بس هبوسة ناعمة واللصة الجميلة تهت للحظات في النعيم اللي لأول مرة تحس بيه. فقت لما حاول يمد ايده على جسمها، مسكت ايده بسرعة وهي بتحاول تبعده عنها. قال لها بهمس: اختفي من قدامي. بصت له بصدمة فصرخ فيها وقال: بسرعة. انتفضت برعب من مظهره وطلعت تجري على بره. أما هو قال لنفسه: ايه يا هاشم اللي جرالك؟ دي بنت حرامية، وافتكر ده كويس قوي. هي بس عشان حلوة شوية، وانت بقالك أسبوع ما لمستش ست. قرر يقاوم ويحارب عشان ما ينجذبش في علاقة عارف ومتأكد من فشلها. مر باقي اليوم والاتنين بيحاولوا يتجنبوا بعض، وكأنهم على اتفاق مسبق أن يتخطى كل واحد اللي حصل، وكأنه مجرد حلم وصحيوا منه. جهزت حبيبة وخرجت من غرفتها عشان تقابله ويروح على قصر الجندي. المفروض اليوم ده ميعاد رجوعه من إيطاليا، وميعاد القنبلة اللي هيفجرها في وش عيلته. قابلته في البهو تحت وابتسمت بهدوء وقالت: صباح الخير، أنا جاهزة. بصلها بتقييم وعجبه مظهرها، وغصب عنه افتكرها وهي بين ايده. نفض الأفكار دي بسرعة وقال: تمام، طبعا مش عايزة أفكرك باللي اتفقنا عليه. أتمنى الوقت اللي هتقضيه وسط عيلتي يمر بسلام ومن غير أي مشاكل. أنا عمري ما دخلت حد غريب بيتنا، أتمنى ما ندمش. ردت عليه بجدية وضميرها بدأ يألمها. إن شاء الله مش هيحصل حاجة، والوقت هيعدي بسرعة واختفي من حياتك فجأة زي ما ظهرت فجأة.
حس بنغزة بسيطة في قلبه لما سمع كلامها، ولكنه ما اهتمش واتحرك على بره. اجتمعت عيلة الجند كلها في انتظار وصول هاشم، اللي أكد على تواجدهم كلهم عشان يشوفوا المفاجأة اللي جهزها لهم. أول مرة هاشم يسافر ويطلب نتجمع كلنا وقت رجوعه. ما تعرفش فيا يا إبراهيم، رد عليه بهدوء ومكر. وأنا هعرف منين يا بابا؟ ما قاليش حاجة. الجد بغيظ. علينا الكلام ده يا واد؟ ده اللي بيدخل الحمام منكم بيقول للتاني. شهقت ملك ببراءة وبصت لحبيبها. ها؟ ده بجد؟ ضحك الجميع عليها. فقال إبراهيم بغيظ: عاجبك كده يا جدي؟ هتبوظ سمعتي عند البت اللي حيلتي. وبص لها وقال بهدوء: ده مجرد مثل يا حبيبتي، عشان يبين قد ايه انا واخوكي صحاب يعني، ومش بنخبي حاجه على بعض. وبص المؤمن وقال بغيظ: ايه يا حاج، وانت معانا انت كمان؟ شايفك قاعد سهتان كده. مؤمن بخبز: انا مالي، انا معرفش عنكم حاجه. انتوا ماسكين مصنع الحديد وانا في شركه المقاولات، يبقى ايه بقى؟ ها انت اخ منك انت تبقى عارف الفوله واللي زرعها وتقعد كده براءة الاطفال في عينك. يا اخي ده انا صدقتك والله. كان هيرد عليها الا انهم اتنفضوا من مكانهم بسهوله لما دخل هاشم عليهم ومحوط وسطها بتملك، وضغط عليها بشويش لما حس بارتعاش جسمها من هبة الموقف. قرب من جده بابتسامة وهو بيقول: ايه يا جماعة، مفيش حمد لله على السلامة. بصله الجد بمكر وهدوء بعد ما قرا في عين حفيده الكذب اللي بيحاول يداريه قبل ما ينطق بحرف، ولكنه هيجريه لحد ما يعرف الحقيقة. وقف هاشم قدامه ومسك كف جده وميل عليه وباسه: سلم على جدي. هاشم الجندي الكبير يا حبيبة. حست بحب ودفى في عيون الراجل الطيب. مسكت كفه بهدوء وميلت عليه تحت ذهول هاشم وإعجاب الجميع من الحركة. فاللي يشوفها للوهلة الأولى يعتقد إنها بنت متكبرة، ولكن في أقل من دقيقة أثبتت العكس. رفعت عينيها وابتسمت بهدوء وقالت بلباقة: أهلا بحضرتك يا جدو، اتشرفت بمعرفتك. ابتسم لها بحنان وقال: أهلا بيك يا بنتي. وبص لحفيده وكمل: مش تعرفني يا هاشم؟ بلع ريقه. هقدم لك يا جدو حبيبة أنطوان مراتي. رمى قنبلته ووقف يشوف علامات الصدمة على وشوشهم. فضلوا صامتين. اتدخل مؤمن بسرعة عشان يفوقهم من الحالة دي، فقال وهو بيمثل الفرح: بجد انت اتجوزت يا هاشم؟ ألف مبروك. بصله الجد بغضب وقال: قال يعني اتفاجئت. ماشي يا ولاد الجندي، حسابنا بعدين. اتحرك مؤمن وقف جنب إبراهيم وهمسله بخوف: منكم لله، أنا ولا شفت ولا حضرت، أتاخد مع المغضوب عليهم ليه؟ الجد بص لهاشم وقال له بحدة: مش عارف أفهم الجملة يا هاشم بيه، ممكن بقى تفهمني؟ أبدا يا جدو، حبيبة بنت رجل أعمال إيطالي. اتقابلنا أول يوم وصلت فيه، حسيت كده إنها خطفتني. اتقابلنا كام يوم وعرضت عليها الجواز وهي وافقت. بص لها ومثل الحب: مش كده يا حبيبي؟ هزت راسها بعلامة الموافقة من غير ما تنطق بأي حرف. نصار باستغراب: ازاي يا ابني؟ انت بالك 10 أيام بس لحقت تحب وتتجوز؟ نورة بهزار: الحمد لله انه مخلفش كمان. اتصنع الهزار وقال: لا مش للدرجة دي يا عمته، لسه ما اعمل فرح واعلن جوازي الاول، نفكر بقى في البيبي. وانت لسه هتعلن جوازك؟ ما انت اتجوزتها خلاص. ده مجرد كاتب كتاب بس يا جدو عشان اقدر اجيبها معايا مصر وتقعد معانا. هي صحيح ايطالية بس من عيلة محافظة. امينة بتسرع: هي مسيحية؟ اتصدم الجميع من السؤال وبصت لها حبيبة وقالت: مسلمة الحمد لله، مامتي إيطالية مسيحية وبابا من أصول لبنانية، كان مسيحي وأعلن إسلامه من قبل ما يخلفني، بس احتفظ باسمه عادي يعني، ما حبش يغيره. بس انت بتتكلمي مصري حلو قوي، لأن تقريبا معظم صحابي مصريين، كنت دايما بحب أقعد مع الجالية المصرية، دمهم خفيف يعني ويتحبوا، علموني اللهجة وبقيت أتكلم زيهم بالظبط. أمل بطيبة: أهلا بيكي يا حبيبتي، أنا فرحانة جدا والله، ما أنا مصدقة إن في واحدة قدرت توقع الصيع بتاعنا ده. رد عليها بغضب: نتلم ها، ما تستغليش الموقف عقل. وقبل ما يكمل تهديده لقى شبيه الصغير بيجري ناحيته وهو بيصرخ: خالو وحشتني.
شالوا هاشم وضمه بحب وقال: انت اكتر يا حبيب خالو، عامل ايه ياض؟ واخبار المزز ايه؟ الطفل بص لحبيبه وغمز لها بشقاوه وقال: مزز ايه بقى؟ ده انت جايب صاروخ يا هاشم. ايه ده؟ ضرب الجد بعصايته في الارض وقال بحسم: تعالوا ورايا على المكتب. واتحرك بثبات على المكتب، فبص التلات شباب وراحوا وراه. مسكت حبيبه في دراع هاشم وقالت بقلق: هو جدك هيرحلني ولا ايه؟ امال فين الطيب ابو قلب خصايه؟ ضحك الجميع بذهول على اللي قالته، فبص لها بغيظ وقال: ما تخافيش يا حبيبي، جد طيب وهيتفهم الوضع. خليكي بس مع عمته والبنات، اتعرفي عليهم على ما ارجع لك. حاولت انها تمثل دور البنت الارستقراطيه، ولكن طبعها غلبها. ولما قعدت مع العمه نوره والاربع بنات تهزر وتضحك، وحكت لهم على مغامراتها في ضرب الرجاله، ولكن مع اضافه شويه من التفاصيل اللي من المفترض انها حصلت في ايطاليا. بس يا بنتي، لقيته جاي بقى وعامل فيها فندام وفرحان بعضلاته. قمت هوب رفع ركبتي واديته القضيه. كانوا هيتخنقوا من كتر الضحك، ولكن اللي خلاهم يسكتوا فجأة هو سؤال شروق الغير متوقع. لما سألتها بشك: حبيبة، هو انت فيرجن؟ نورة بغضب: بنت، اللي انت بتقوليه ده عادي يا عمته، يعني بسأل. يعني المعروف عن الأجانب انهم بيصاحبوا من سن صغير، والعلاقة يعني على فكرة انتوا واخدين فكرة غلط عن الأجانب، بس مش وقت ان انا اصححها. انا بابا مسلم، يعني علمني الحلال والحرام، ومش معنى اني ايطالية يبقى كنت مع كل واحد شوية. وبعيدا عن كل ده، انا بحس ان الموضوع ده حاجة غالية قوي، مش هياخدوا غير اللي يستاهلوا. انا مش سلعة رخيصة اي حد ممكن يشتريها او يلمسها وهو بيتفرج عليها. انا غالية وقوي كمان، واللي ياخدني لازم يكون عارف قيمتي كويس. الجد بصلهم بغيظ وقال: اعرف الحكاية من اولها يا ولاد الجندي، ومن غير كده. انت يا هاشم مش بتقول جده غير لو مخبي حاجة او عامل مصيبة. اختصر وقولي الحكاية كده، عشان كده كده انا هعرف. بص الجد بثقة وقال: ابدا يا جدي، حلو كده مفيش جده. المهم البنت فعلا عجبتني، بالرغم انها عايشة فعلا طول عمرها في ايطاليا، بس تحس كده انها بنت بلد وجدعة ومتمسكة باخلاقها وعاداتنا الشرقية. حقيقي خطفت قلبي، قلت وليه لا اتجوزها بدل ما الفرصة تضيع من ايدي. انا مش كل يوم يعني هقابل واحدة تشدني ليها. طب اهلها فين؟ وانت دخلت عليها يعني؟ هاشم بثبات يحسد عليه: لا ما دخلتش يا عمي، انا جبتها معايا عشان تتعرفوا عليها، واهلها هينزلوا مصر لما نحدد ميعاد الفرح. ده بعد اذنك طبعا يا جدي. الجد باستهزاء: يا راجل، لا اصيل يا واد، هعمل نفسي مصدقك. اتدخل ابراهيم يساند صاحبه: يا جدو يا حبيبي، انت عارف ان احنا ما نقدرش نعمل حاجه من غير رضاك، وخصوصا هاشم. البنت هتقعد معانا فتره لحد ما نخلص صفقه الطليان. انت ادرسها براحتك، لو حسيت انها مش مناسبه تكون واحده من عيله الجندي خلاص، عادي يعني. لو ما عجبتنيش يطلعها. طب ازاي؟ هو بيقولك بيحبها. هاشم بست: لو روحي فيها يا جدو، عمري ما اعمل حاجه من غير رضاك. البنت باين عليها محترمه وبتحبه، بالله عليك يا جدي وافق، خليه يتلم بقى بدل الرمرمه اللي عايش فيها دي. سحب الجد نفس عميق وابتسم وقال: خلاص يا ابني، مبارك عليك. حضنه هاشم بحب وقال: ربنا يخليك ليا يا جدو. طب يلا بقى عشان البنت ما تقلقش، تعالوا نخرج لها. اتحرك الجد وابنه، فقال مؤمن بهمس: عدت الحمد لله، عرفت تلف جدك في ورق هدايا لعيب. لو انت فاكر ان الحكايه دخلت على جدك تبقى حمار، ده بينيمنا كلنا لحد ما يعرف اصل الحكايه. ابراهيم بغل: منك لله يا هاشم، ده احنا هنتسحل بسببك. ويا سلام بقى لو عرف الحقيقه وسكت عشان يلعبنا. يا لهوي يا جدعان. هاشم بغيظ: انتوا هتولولوا زي النسوان، استرجل يالا. تعالوا بقى نحصلهم علشان ما يشكش. قال يعني لسه ما شكش؟ اللي هتنشك في قلبك يا هاشم على اللي هيتعمل فينا بسببك. وبمجرد ما قعد جنبها مايله عليها بهمس: مالك، حصل حاجه؟ حد ضايقك؟ ما تشغلش بالك، انت عارف نفوت في الحديد. وجه لها الجد الكلام وقال: مبارك يا بنتي، ما تزعلش مني، بس المفاجأة خلتني مصدوم.
وكمل بخبز. ما تخيلتش أبدا إن هاشم ممكن يتلم ويتجوز، ده كان فضحنا. قالت بالإيطالية: أوه، كل عيلتك تعرف بوقاحتك أيها الوغد الوسيم. وكملت بالعربية: ما تقلقش يا جدو، أنا عارفة كل قذراته، حفيدك ما شاء الله بيتباهى بأمجاده. جز هاشم على أسنانه بغيظ، وضحك الجميع اللي قالته. سألها الجد بمكر: طب إيه، عادي يعني كده ولا ناوية على حاجة؟ قوليلي بس عشان أساعدك. غمزت له بشقاوة وقالت بصدق: ناوية أعمل له إعادة ضبط المصنع يا جدو. بص أنا هبهرك لما تشوفه ملتحي ولابس قفطان أبيض قصير كده. رد بوقاح: ليه، متطهر ولا إيه؟ ده أنا. الجد قطعه: بس في بنات قاعدة يا بهيم انت، ما هي اللي بتنرفزني يا جدو. ميلت عليه ومسكت كفه وقالت بدلع: خليه يرتعش. اخص عليك يا اتش، مش انت اتعودت على هزاري؟ كتم غيظه بصعوبة وابتسم وقال: اتعودت يا حبيبي ولسه هتعود. بصلهم الجد وبرغم يقينه ان الحكاية لها قصة تانية، إلا انه حس ان حبيبة دي هتقلب حياة حفيده رأسا على عقب. وإذا كان كل اللي بيحصل وبيتقال دلوقتي مجرد تمثيلية، عنده شعور إنها هتنقلب لواقع هيهدم حياة هاشم ويعيد بنائها مرة تانية على أساس سليم. ومن هنا هتبدأ حكايتنا مع اللصة الجميلة البريئة بعد ما خطت برجليها وبكامل إرادتها جوه عرين الأسد. ونكمل بكرة.